رقم قياسي ما حصلش قبل كده ومش هيحصل بعد كده. حاجة نادرة ما بتحصلش في الوجود ان الزمالك النهارده الصبح بيكسب الاهلي في الدوري 3-0، وبيضيف 3 نقط رصيده مهمين جدا بيدخلوه المنافسة من تاني، وبالليل بيفوز على سموحة في دور الثمانية في كاس مصر بنتيجة تقيلة 4-2. النهارده الزمالك كسب الصبح الاهلي باعتبار الاهلي منسحب، والنهارده بالليل كسب سموحة في ماتش دراماتيكي. ماتش كان النتيجة تبين لك ان الماتش كان سهل، لا الماتش كان صعب جدا، والزمالك كان خسران 2-1، والمباراه كانت هتتعارض معاه لحد ما بينتهي. اللاعب العالمي، اللاعب الاسطوري، احسن باك شمال داخل افريقيا، اللاعب اللي الله يبارك له العين اللي جابته، اللي اللاعب الحمد لله ان هم فعلوا بند الشراء بتاعه. لاعب لا يعوض، لاعب سوبر، لاعب كواليتي ما حصلش. ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يحميك بنتاج. النهارده جاب جون خرافي، جون عالمي، جون من ماركه روبرتو كارلوس، حاجه كده لا تصد ولا ترد، تخليك تقوم تتنطر من مكانك تقول ايه الحلاوه والجمال ده، اقسم بالله. النهارده الزمالك عمل ماتش ما تقدرش تقول عليه كويس قوي ولا وحش قوي، كان في بعض نقط للضعف وبعض نقط الاستفهام. عايز افهم ليه الزمالك في كل الكور الثابته بيبقى عنده مشكله؟ ليه كل الكور الثابته لو ما جاتش جون بتبقى خطيره بردك وبتضيع، لا اما بيحصل دربكه؟ على الرغم من ان الزمالك بيلعب بثلاث مدافعين، الثلاثه طوال، الثلاثه بيلعبوا دماغهم كويس، سواء حسام عبد المجيد ولا الونش ولا صلاح مصدق. بس تحس ان طريقه بسيره في رصه اللعيبه في الكور الثابته، هو ما بيمسكش مان تو مان في الكور الثابته، لا هو بيوقف المدافعين على خط واحد وبيتحركوا مره واحده اول ما الكره تتلعب، وده مش صح خصوصا في كواليتي اللاعب المصري. ليه؟ هو ما عندوش الحته دي، هو عايز يمسك مان تو مان اللي اتعود عليه. فهي دي عامله نقطه ضعف لازم بسيرو يخلي باله منها. ماتش الماتش مودرن فردك في الكاس، لولا تالق محمد صبحي اللي هو تالق بردك النهارده كان هيبقى في مشكله كبيره. الزمالك لحد دلوقتي صعد قبل النهائي بفضل الله، ثم بفضل محمد صبحي، وبفضل لاعب زي بنتايج، لاعب زي عبد الله السعيد، اللعيبه اللي هي بتلعب فردي. والنهارده ابوس ايدك يا جدعان، انا كرهت سيف الجزيري بغض النظر بقى عن الجون اللي هو جابه. الراجل ده لاعب بيشيل، لاعب بيعيل، لاعب بيخنق. هو حتى انا زعلت قوي النهارده لما مصطفى شلبي جاب جون. مش عايزه يجيب جون يا عم، مش عايزه يحسسنا ان هو ميسي يا عم. ما تجيبش الجون، انا كنت بقول يا رب يتلغي، يا رب يتحسب اوف سايد. يا عم مش عايزينك تجيب جون يا عم، يا عم مش عايزينك تحس ان انت لاعب بقى وتشوف نفسك علينا، ولا المدرب يحطك في حساباته تاني. على الرغم ان ناصر ماهر مش بيقدم مستواه وبقاله فتره بعيد عن المستوى، بس انا بالنسبه لي انا عايز ناصر ماهر يلعب وانت ما بتلعبش. سلام.